السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عواشركم مبروكة ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جبت معكم اليوم واحد التشكيلة ديال العصائر اللي سهلة وسريعة وصحية، ونتمنى أن تعجبكم هذا الفيديو. بالنسبة للعصير الأول غادي نحتاج إطرو ديال العصير ديال الليمون الطبيعي، وكما ما كتشوفوا معصور عادي ما فيه لا قشور ديال الليمون لا حتى شي حاجه، غير مجرد العصير ديال الليمون. هنا غادي نحتاج جوج ديال البنانات طريين وجوج ديال البربات صغارين، وتقريبا واحد الكاس كبير ديال الماء ديالهم، جوج كيسان ديال الياغورت وواحد المعلقه كبيره ديال الفوه مطحونه. غادي نطحن هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم كما ما كتشوفوا. بالنسبه للحلاوه انا خليتهم هكا طبيعيين بالحلاوه الطبيعيه، الا بغيتو تحليوهم بالسكر اولا بلا عسل كما ما بغيتو يبقى لكم نتوما الاختيار. هذا هو العصير ديالنا كما ما كتشوفوا. من بعد ما طحنته كيعطي واحد الكميه لا باس بها، صراحه كيجي زوين وصحي. نتمنى انكم تجربوه وغادي تعتمدوه باذن الله، حيت صراحه كيجي بنين. هذا العصير مقوي بزاف، كتعرفوا المنافع ديال البربه وديال الليمون وديال الفوه. نتمنى انه يعجبكم وتجربوه. ندوزو على بركه الله العصير الثاني اللي حتى هو عصير مفيد بزاف بزاف وصحي. نتمنى حتى هو يعجبكم وتجربوه لكم ولوليداتكم. علاش لا؟ غادي نحتاجو فيه في المقادير لترو ديال العصير ديال الليمون كذلك طبيعي ما فيه لا سكر لا والو. عندي هنايا 6 ديال الحبات ديال المشماش الناشف و6 ديال الحبات ديال البرقوق، وعندي هنايا سكنجبير اللي كنت جمت معكم من قبل. غادي نقطع هاد المشماش وسكنجبير والبرقوق طريفات اللي هما صغارين، وغادي نطحنهم. تقدروا تستعملوا اي ماكينه عندكم، لو غوبو ولا البغا ميكسور، المهم ماكينه اللي تطحن لكم مزيان. وكما ما دائما الحلاوه كتبقى على كل واحد شنو كيبغي، واش طبيعي بحال هكا اولا تزيدوا عليه السكر اولا العسل اولا سكر ستيفيا كما ما بغيتو. المهم غادي نطحنوه مزيان وكتكون هذه هي النتيجه. كما ما كتشوفوا كيجي صراحه واحد العصير ديتوكس طبيعي للامعاء ديالنا، وتيجي صراحه بنين بزاف بزاف. نتمنى ان حتى هو يعجبكم وتعتمدوه، علاش لا. غادي ندوزو على بركه الله العصير الاخير في هذا الفيديو. هذا العصير ديال الحليب ماشي ديال الليمون، صراحه كيجي زوين وبنين، المذاق ديالو روعه ومغذي في نفس الوقت. المكونات ديالو بسيطه كما ما غادي تشوفوا. غادي نحتاج واحد لتر ديال الحليب، بطبيعه الحال يكون بارد. وغادي نحتاج هنايا جوج ديال لافوكات متوسطين ماشي كبارين، وواحد رشيشه ديال العصير ديال الحامض اللي غادي نديرها عليهم قبل ما غادي نطحنهم. وغادي نحتاج المكون الاخر اللي هو البيستاش مطحون. هنايا العجينه ديال البيستاش، كتشدوا واحد 100 غرام ديال البيستاش وكتطحنوها مزيان مزيان حتى كتولي لكم هكا، يعني كيتطحن لكم بحال السائل، كيجي واحد العجينه، كيعطي عجينه. الصراحه كيعطي مذاق رائع مع لافوكا. جربته والصراحه عجبني بزاف. نتمنى انكم حتى نتوما تجربوه. بالنسبه للحلاوه كتبقى كما ما بغيتو كما ما العاده. نتمنى ان هاد التشكيلات العصائر تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها علاش لا لوليداتكم ومعز عليكم. تلقاو فيديو جديده ان شاء الله. خليت لكم راحه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.